تعالوا نشوف مع بعض ده حصل ازاي. بيبدأ فيلمنا النهارده في يوم عيد الميلاد، فبنشوف شخص اسمه ماني، وده بيكون سارق محترف وبيكون دخل البنك بحجة انه يفتح حساب استثمار. فبيقابل مديرة البنك ماديلين اللي بتفضل تقنعه يفتح حساب وان الاستثمار عندهم نجح وسريع. بعدها بيقوم يمشي وبيقول لها هفكر وابقى ارجع لكم، وبيسلم عليها بايده وهي بتقوله نهارك سعيد، لكنها بتفتكره بيعاكسها ما تعرفش اللي مستنيها. وبعد كده بيخرج من البنك وبيقف يكلم زميله ويلي وبيقول له يلا خرج الكلب. فبيخرج الكلب بانديد اللي هو مدربه على السرقه من العربيه وبيروح له، فبيشممه ايده اللي فيها ريحه ماديلين وبيقول له يلا يا معلم جه دورك بقى. فبيدخل بانديد وعلى ظهره شنطه وبرضه في رقبته طوق فيه رساله ومتعلق فيه قنبله، وامن البنك بيدخله عادي وما بياخدش باله. فبيروح لماديلين اللي بتقرا الرساله، فبتلاقي مكتوب فيها لازم تحط لي في الشنطه $1,000,000 والا القنبله اللي على ظهرها هتنفجر بعد دقيقتين. بتخاف ماديلين وبتترعب وبتقوم جاريه تحط له الفلوس في شنطه ظهره. وبعدها بيخرج بانديت من البنك وبيجري لاصحابه اللي مستنيينه في العربيه. ساعتها بتقف ماديلين وحارس الامن مش مصدقين ان القنبله ما انفجرتش، وبيتصدموا ان الكلب خرج وجرى على العربيه وعارف هو بيعمل ايه. وفي الاخر بتطلع قنبله لعبه ومش حقيقيه واللي محطوط على ظهره جهاز تتبع. بعدها بيجروا ماني وويلي بالعربيه بسرعه قبل ما الشرطه تيجي، وبيوصلوا للمكان السري بتاعهم وبيقفوا يقسموا الفلوس على بعض. بس وهما بيقسموا الفلوس ويلي بيقول لماني احنا المره الجايه نحط قنبله حقيقيه للكلب والا هننكشف لو شافوه، وبعدها انت تبقى تدرب لنا كلب غيره عشان ما يعرفوش مكاننا. بيتعصب ماني وبيقول له من غير الكلب ده مش هنعرف نسرق اي حاجه، عشان الكلب ده ذكي جدا ومن فصيله نادره وبيفهم كل حاجه وبسرعه. وبعدها بيسيبه وبيروح الحمام. فبيقف ويلي يسرق من الفلوس وبيحط في جيبه، فبيشوف الكلب وبيفضل يرمي عليه الاكل بتاعه عشان يبطل وهو مش فاهم. بعدها بيخرج ماني من الحمام وبيقول له فيه ايه وايه اللي في جيبك، وبيفضل يقول له طلع اللي في جيبك دلوقتي. بس وهما بيتكلموا بتيجي عربيه شرطه قدام المكان بتاعهم السري، والشرطي بينزل فبيلاقي نمره العربيه اللي بلغ عنها موظفين البنك. وساعتها بسرعه بيدخل الشرطي على العصابه وبيرفع عليهم سلاحه، بس الاتنين اول ما شافوه حاولوا يجروا ويلي بيرمي عليه الترابيزه. لكن الشرطي بيعرف يمسك الكلب الحرامي بانديد، فبيجيله شرطي زميله ومعاه قفص كبير وبيحطوا الكلب جواه وبيمشوا يودوه لدار رعايه الحيوانات. وبعدها بنروح لاوين الطفل اللي عنده 15 سنه وابوه مات قريب في اوهايو ولسه جاي المدينه مع جوان وامه جديد، وبنشوفه سايق عجلته وبيتمشى بقى في الشارع عند بيته. فجأة بيطلع له شوية عيال بيوقعوه بيتنمروا عليه وبياخدوا منه لعبته المفضلة وبيرملوا عجلته، وبعد كده بيسألوه على فلوس وهو بيقول لهم أنا ما معيش. وساعتها بتشوفهم ليلي بنت جيرانه من الشباك وبتنزل لهم عشان تساعده، فبتخرج هي وكلبتها. وأول ما بتطلع وبيشوفوا الكلبة فكلهم بيطلعوا يجروا، وبيقف أوين يشيل عجلته ولعبته اللي اتكسرت وبيشكرها على مساعدتها ليه. وبعدها بيرجع للبيت وبيحكي لهم على اللي حصل معاه، فبتقول له طيب معلش المرة الجاية بخرج من غير اللعبة اللي بيضايقوك عشانها. فبعد كده بيطلب منها انها تجيب له كلب لما يجيب درجات عالية عشان يحميه، وبيسألها هو احنا بقينا فقراء؟ فبتقول له لا انا لقيت شغل جديد وحياتنا هتتحسن. وبعدها بتحس انه زعل فبتقوم وتجيب له الشهادة وتقول له درجاتك فعلا بقت احسن. بيفرح جدا وبيقول لها وانا بوعدك كل شهر هذاكر اكتر وهفرحك، وبيسألها هتجيبي لي الكلب؟ فبتوافق وبتروح معاه تشوف له كلب عشان تفرحه وتطمن عليه. وبنروح بعد كده المان اللي لسه زعلان على كلبه بانديد، وصاحبه ويلي اللي كل ده لسه بيدور على كلب زي بانديد بس مش لاقي، وكل ما يجيب له كلب ماني ما بيرضاش بيه ويقول له مش هينفع، لحد ما بيجي في يوم وبيدخل عليه ومعاه كلب شايله وبيقول له لقيته في الشارع وانهم ممكن يدربوه يعلموه السيرها ويخلوه زي بانديد. فبيبص عليه ماني بيلاقيه معلق طوق، فبيقول له بس ده مش شكل كلب شوارع، انت جبته منين؟ وقبل ما هو اللي يرد عليه بيدخل عليهم ولدين، فبيفتح لهم ماني وهو بيقولوا له الكلب ده بتاعنا والراجل اللي جوه ده سرقه، وبيهددهم انهم هيتصلوا بالشرطه. فساعتها ماني بيدي لهم الكلب وفلوس عشان ما يبلغوش عنهم وبيمشيهم. وبعدها بيتعصب على ويلي وبيقول له بلاش تسرق حاجه من حد تاني عشان اصلا الشرطه بتدور علينا مش ناقصين. وبيقوم ماني يدخل على الانترنت وساعتها بيلاقي اعلانات ان الكلب اللي سرق البنك موجود في ملجأ للكلاب بيملكه تريفور اللي بيحب الكلاب وبيرعاها. فبيفرح ماني قوي انه عرف مكان بانديد. وتاني يوم بنشوف اوين وامه جوان رايحين للملجأ ده عشان تشتري له الكلب اللي وعدته بيه، وبتاخد معاها اخت جوزها اللي لسه ميت. وساعتها اوين بيلاقي كلاب كتير، وفجأة بيلاقي في وش واحد من العيال اللي ضايقوه عند بيته ومعاه امه اللي عماله تقول له شوف لو عايز 3 هجيبهم لك. فبيسيبه وبيروح لبانديد فبيعجبه وبيلاقيه حزين زيه وساكت، فبيفضل قاعد جنبه وبيلعب معاه. وساعتها بيشوفوا تريفور فبيروح له وبيعرفه على فصيلة الكلب وانه استرالي وذكي جدا. فبيجي وراه الواد الرخم وامه بيقول لها الكلب ده اللي عجبني. فبتقول له تريفور خد الكارت بتاع البنك اهو وشوف الكلب ده يسوى كام وخد حقه عشان هو عاجب ابن حبيبي. بس تريفور بيرد عليها وحش، بيقول لها روحي انت وابنك واشتري له لعبه احسن.
وفي نفس الوقت جوان بتروح لابنها وبتشوفه متعلق بالكلب ده قد ايه، فبتقرر تاخده عشان تفرحه. وفعلا تريفور بيديهولهم وبيعرف منهم ان ابوه اوين ميت، فبيتعاطف معاهم اكتر وبيقول لهم لو احتجتوا لحاجه اتصلوا بيا. وبعدها بيمشوا بالعربيه وبيدخل وراهم على طول ماني وويلي للملجأ، وبينزلوا يسالوا تريفور على باندد، فبيقول لهم ان الكلب لسه متباع دلوقتي حالا لولد اسمه اوين. وماني بيقول له بس انا وعدت بنت اجيب لها واحد زيه في عيد ميلادها. فبيقول له طيب ينفع تديلي عنوان اللي خده وانا اروح اطلبه منه؟ لكن تريفور بيقول له لا، العناوين سريه. فبيقول له اكتب انت رقمك وانا لو جالي كلب زيه هتصل بيك. فبيكتب رقمه، وبعد ما بيمشي تريفور بيرجع ماني وبيقرا عناوين اوين من الورقه وبيمشي. وبعدها بيروح اوين وجوان وعمته للبيت وبيروح يلعب مع باندت في اوضته، فبيسمع عمته وهي وامه وهم بيتكلموا على الفلوس، وبيعرف ان عمته عاوزه تساعدهم بفلوس وهم مش راضيه، وبتقول لها هشتغل واصرف على ابني. فبيرجع اوضته وبيتكلم قدام الكلب وهو زعلان، فبيقول تاني مشكله الفلوس تاني. ما يعرفش ان الكلب فاهم اللي بيحصل وانه ذكي جدا. وبيجي الليل وبيوصل ماني وويلي قدام بيت اوين، ولما بينام بيخرج باندد من الاوضه وبيهرب للشارع. فبيدخلوا الاتنين للبيت وبيفضلوا يدوروا على الكلب، وبعدين مش بيلاقوه فبيخرجوا وبيمشوا بسرعه قبل ما حد يشوفهم. وبعدها بنلاقي باندد راح وبيسرق فلوس من شنط الناس وبيرجع البيت تاني. وتاني يوم بياخد اوين الكلب وبيوديه للعياده عشان يعمل له فحص ويطمن عليه ويشوف فيه امراض ولا لا. وبعد ما الدكتور بيطمن اوين وبيمشي بالكلب بتيجي المساعده بتاعته، فبتطلب كارت البنك عشان تجيب حاجات للعياده. فبيتفاجئ الدكتور ان المحفظه مش موجوده، وطبعا اللي خدها هو باندد. وبنروح لاوين اللي بياخد باندد وبيخرج يلعب معاه في الجنينه بالعابه، فبتكون ليلي بتتمشى بكلبتها، فبتشوفه وبتفرح انه بيضحك ومبسوط. وتاني يوم بيخرج اوين وباندد يشتروا شويه حاجات من السوق، بس وهو راجع بيلاقي في وشه العيال الرخمين قدامه، فبيقفوا يضايقوه ويرخموا عليه. وساعتها باندد بيسرق الفلوس من شنطتهم وبيعمل عليها بيبي. وبعد ما بيسيبوه هم ماشيين فبيروحوا ياخدوا الشنطه، فبيلاقوها ريحتها وحشه وبيكمل عليهم اوين وبيضربهم بالطماطم وبيهرب بسرعه. وبعدها بنشوف جوان قاعده مع عمة اوين وجوزها وبتحكي لهم انها اترفدت من الشغل وعماله تعيط ومش عارفه هتتصرف ازاي، فبتقول لهم احسن حاجه ارجع تاني اوهايو. فبيرجع البيت وبيشوف امه بتعيط فبيفهم ان في مشكله. وبعدها عمته بتقول له روح لاوضتك مع الكلب. واول ما بيدخل اوضته بيقول لباندد مشكله الفلوس تانية، اكيد ماما بتعيط عشان كده. وفجاه بيلاقي في جيبه فلوس ما يعرفش جت منين. وبعد شويه الباب بيخبط فبيلاقوا الواد اللي اتسرقت منه الفلوس وامه. وبتقف امه تهدد اوين وجوان وتقول لهم الكلب بتاعكم مش متدرب وانا بلغت عنه عشان هو اذى ابن الطيب البريء وابن كرام عليه الطماطم، وكمان فلوسه اتسرقت من الشنطه. وبتخلص كلامها وبتمشي. فبنشوف ماني وويلي وراها في العربيه ومراقبينهم، وساعتها بيفهم اوين ان الكلب هو اللي سرق الفلوس وحطها في جيبه. وبعد ما جوان بتقفل الباب بتتعصب عليه وبتقول له لو مش عارف تتصرف مع الكلب كويس وهتجيب لي مشاكل هرجعه للملجأ. تاني يوم الصبح بيجهز اوين عشان يخرج يدرب الكلب بره، بس امه بتوقفه وبتقول له ما تزعلش عشان صرخت عليك. وبعدها بيخرج وبيروح الحديقه عشان يدرب الكلب ويخليه يسمع كلامه. فبتشوفه جارته ليلي اللي واخده كلبتها برضه للحديقه، وبتروح له عشان تتكلم معاه وتسلم عليه، وبتقول له ان ابوها وامها اتطلقوا، وبتعرض عليه يخرجوا مع بعض ويتفسحوا شويه. فبيسيبوا الكلاب في البيت وبيخرجوا يتمشوا، فبيتاخروا بس بيرجعوا مبسوطين قوي. تاني يوم بياخد اوين الكلب عشان يعلمه ما يسرقش. وفي نفس الوقت جوان بتروح لتريفر في الملجأ عشان تقول له يتصرفوا ازاي مع الكلب. وبنرجع لاوين وهو لسه بيعلم باندد يبطل سرقه، بس الكلب بيشوف عربيه فلوس معديه قدامهم فبيسيب اوين وبيجري وراها. واول ما العربيه وصلت عند البنك وبتقف بيروح باندد وبيقف قدام الامن اللي بينقل الفلوس وهم مستنيين الفلوس. بس اول ما بيدخلوا ياخدوا الفلوس من البنك بيجري الكلب يقعد تحت العربيه يستناهم. واول ما بيخرجوا بيشوف اكياس الفلوس وهي على الارض على ما بيفتحوا باب العربيه، فبيسرق كيس منهم وبيروح يخبيه تحت شجره قريبه من بيت اوين. بيشوفوا واحد منهم ماسك حاجه وبيجري، وبيقف التاني يعد اكياس الفلوس الموجوده، فبيتفاجئ ان في كيس فلوس ناقص. فزميله بيقول له يبقى الكلب هو اللي سرقه. وكل ده واوين عمال يدور على الكلب بتاعه في كل حته، وفي الاخر بيلاقي باندد هو اللي راجع له، فبيشده وبيوديه عند الشجره اللي تحتها الفلوس. وساعتها اول ما اوين بيشوف الفلوس بيقف مش مصدق نفسه، وساعتها بيقرر ياخد الفلوس وبيقول لباندد خليه سر بينا. وبيرجع للبيت فبيلاقي عمته وصلت وبتساله على امه، ولما بيقول لها مش في البيت بتديله ظرف فيه شيكه عشان تساعدهم، وبتقول له قول لماما تبطل عناد وتقبل المساعده عشان لازم نقف مع بعض. فبيسالها لو عاوزه تساعد شخص تعملي ايه، فبتقول له ما تقلقش يا حبيبي انا عمتك ومش هسيبكم، بس انت اقنع امك العنيده تقبل مساعداتي. وبعد ما بتمشي بيدخل وبيقطع الشيكه اللي في الظرف. وبعدها بنروح للامن اللي بينقل الفلوس وبنلاقيه بلغ الشرطه على السرقه، والاتنين بيقولوا للمحقق احنا شاكين ان اللي سرق الشنطه كلب كان واقف جنبنا. وفجاه المحقق بيقول لهم استنوا انا عارف الكلب ده، وقال لهم عيني زرقاء استرالي، فبيقولوا له ايوه صح.
فبياخد تليفونه وبيروح يكلم زمايله ويقول لهم الكلب الحرامي سرق تاني ولازم ندور عليه. وبنرجع لاوين وهو قاعد في البيت، وبترجع جوان من بره وما لقيتش شغل، فبيديها الظرف اللي اديته له عمته، فبيكون حاطط فيه فلوس كتير. فبتقول له معقول كل الفلوس دي من عمتك؟ فبيقول لها هو قريت له امك هتزعل وهتتعصب، بس لازم الواحد مننا يخلي الناس تساعده. فبتقتنع بكلامه في الاخر، وبعدها اوين بياخد الكلب وبيدخل ينضفه، وبيفضل يقول له لازم نرجع الفلوس مكانها عشان ما نقعش في مشكله، وهيرجعوك الملجأ تاني وانا اتعودت عليك. تاني يوم بيروح تريفر يقعد مع جوان في بيتها عشان يتعرف عليها، وهما قاعدين بيشوفوا خبر في التلفزيون عن كلب سرق شنطة فلوس من قدام بنك. ساعتها بينزل اوين من اوضته ومعاه بانديد وبيسمع الخبر، فبيجري يقفل التلفزيون. فهما بتقول له يلا بينا نخرج شويه احنا التلاتة، بس هو بيقول لها لا انا عندي ميعاد مع واحد صاحبي، خروج انتوا. وبعد ما بيخرجوا بيروح لبيت جارته ليلي وبيعرض عليها يخرجوا مع بعض يتمشوا. وبنروح لمان اللي بيشوف خبر سرقة الفلوس على التلفزيون، وبيشك ان بانديد هو اللي سرق الفلوس، فبيصح ويلي يشوف. وساعتها بيقرروا انهم لازم ياخدوا الكلب من بيت اوين في اسرع وقت عشان ياخدوا الكلب وكمان الفلوس اللي سرقها من البنك. وبنرجع لاوين وليلي اللي بيتفسحوا، فبيروحوا المحل الحلويات، فبيشتري اوين حلويات لليلي من فلوس البنك، وكمان بيعزم كل البنات صحاب ليلي اللي كانوا هناك. وبعدها بياخدهم كلهم لمحل العاب كبير، وبيقول لهم ادخلوا اشتروا اللي تحبوه للكريسماس والحساب عندي. وساعتها بتستغرب ليلي من اللي بيعمله، وبتقول له ما كنتش اعرف ان معاك فلوس كتير كده. وبعد ما بيشتروا وبيحاسب بتساله ليه انت معاك الفلوس دي منين؟ فبيقول لها بابا قبل ما يموت كان سايب لنا فلوس. فبتمشي وبتسيبه، وبعدها على طول بيدخل ماني يساله الكلب ده بتاعك؟ فبيقول له وساعتها ماني بيقول له طيب خلي بالك وانت بتصرف الفلوس. فبيبص له برعب وبيقول له انت عارف؟ فبيقول له ايوه، وبيسيبه وبيمشي. وساعتها الكلب بيقف يلعب مع واحده خارجه من المحل، وبيلف اوين بيلاقي حارس الامن بتاع الفلوس في نفس المحل بيشتري هدايا مع مراته. واول ما بيشوف الكلب فبيجري ويهدد الست اللي بتلعبه فاكرها صاحبته، وبيقول لها الكلب ده حرامي محترف ولسه هتقول له معرفوش. فبيسرق الكلب العقد بتاعها وبيطلع يجري، والكل بيجري ورا الاطفال بالهدايا بتاعتهم والعصابه واوين والشرطه، وبانديد مدوخهم ومحدش عارف يمسكه، لحد ما بيوصل الكلب لبيت اوين بعد جوان بتكون وصلت وواقفه بتودع تريفور. وفي نفس الوقت بيوصل ماني وويلو وبيفضلوا يصفروا البانديد عشان يطلع لهم، وفعلا بيخرج، بس ساعتها الناس بتكون وصلت وبتمسكه والشرطه بتيجي وراهم. بعد كده الشرطه بتاخد اوين وامه وعمته وتريفور لاسم الشرطه، فبيدخلهم مأمور لاسم الرئيس المدينه، فبيقول لهم ان الكلب ده سرق فلوس كتير وحرامي كبير. وبعدها بيسأل اوين عن الفلوس اللي سرقها الكلب من البنك، فبيطلعها له من الشنطه بتاعته وبيسلمها، وهو بيقول له بس الفلوس ناقصه. بتقف امه وعمته مش مصدقين اللي شايفينه، وبعدها المأمور بياخد الكلب منه وبيحطوه في مكان لحد ما يعدموه عشان هو بقى خطر على المدينه. وبيخرج اوين من القسم وبيروح وهو حزين جدا وبيعيط. تاني يوم بيجي لهم تريفور وبيحاول يخرجه من الحزن ده، فبيعرض عليه ان يجي الملجأ معاه وياخد اي كلب تاني يعجبه، بس اوين بيقول له لا انا مش قادر انسى كلبي. بعدها بالليل بيخرج اوين من البيت عشان يروح ينقذ بانديد، وبيدخل من غير ما الحارس ياخد باله، وبيروح لمكان بانديد وبياخده وبيطلع بيه من القسم. بس للاسف وهو طالع بيلاقي الحراميه مانو وويلي في وشه، وبيطلعوا كانوا مراقبينه من بدري، وبياخدوا منه بانديد وبيخطفوه وبيمشوا فاكرين الفلوس لسه معاه، وبياخدوه بيروحوا للمخبأ السري بتاعهم، وبيتفاجئوا هناك ان الشنطه بتاعته فاضيه وما فيهاش الفلوس، وبيقول لهم انه رجع الفلوس للشرطه. بعدها ماني بيقرر انه ياخد بانديد وينفذ عمليه سرقه تانية، وبعدها يبقى يتصل بام اوين ويطلب منها فلوس عشان يرجع لها ابنها. وبنروح لجوان اللي بتدخل تدور على ابنها الصبح ما بتلاقوش في اوضته، وبيروح ماني بالكلب البنك وهو عامل نفسه كفيف والحارس بيساعده يدخل، وبعد ما بيدخل بيسرق مسدس الحارس وبيوريهم انه لابس قنبله. الكل بيترعب في البنك، وبعدها المدير بيفتح له الخزنه فبيسرق الفلوس وبيمشي هو وبانديد. وبنرجع لاوين وويلي اللي بيفضل يعاتب في الواد ويقول له كان ممكن تشترك ولد تربيه بدل الكلب بتاعنا. فبعدها بيطلع اوين البطل اللعبه بتاعته يمسكه، فبيشغل بيه ويلي وبيسرق المسدس بتاعه وبيهدده عشان يسيبه يمشي، وبيفضل ويلي يتخانق معاه وهو ماسك ايده عشان ياخد المسدس منه. وفي اللحظه دي بيدخل بانديد جاري يهجم على ويلي وينقذ اوين صاحبه، بس بتطلع رصاصه من المسدس وبتيجي في الكلب وبيقع على الارض، فبيمسك ماني خشبه كبيره موجوده على الارض وبيهجم على ويلي عشان اللي عمله في الكلب. ساعتها الشرطي بيسمع صوت ضرب النار وبتوصل للمكان بتاعهم، بس بيكون ماني وويلي هربوا بالفلوس وسابوا بانديد اللي مضروب بالنار ومعاه اوين لوحدهم. وفي الاخر الشرطه بتاخدهم وبتمشي من المكان، وبعدها بنلاقي الحراميه في عربيتهم، فبيفتح ويلي شنطه الفلوس وبيتفاجئ ان بانديد خدعهم وحط لهم مكان الفلوس ورق فاضي وجهاز تتبع، وماني بيقول له مش قلت لك انه كلب ذكي جدا؟ وشويه وبيلاقوا الشرطه وراهم على طول،
بعدها بنروح للعياده البيطريه اللي بتعالج بانديد ومعاه اوين عشان يطمن عليه، وساعتها الدكتور بيطمنه ان الكلب حالته بقت احسن. وبعد كده رئيس المدينه بيعمل حفله كبيره لكل اهل المدينه ومنهم اوين وامه عشان يكرم فيها اوين لانه ساعد الشرطه يقبضوا على الحراميه. وساعتها بيجي الولاد اللي كانوا بيضايقوا اوين وبيقولوا له انت بطل وبيسلموا عليه. وبعد ما بيطلع للمنصه بيديله رئيس المدينه شيك ب10,000 دولار. وبنشوف اوين عمته وامه وهم فخورين بيه. وبعدها اوين وليلي بيجوزوا كلابهم لبعض، وبعد 4 شهور بيخلفوا وبيعرضوا ولادهم في حديقة البيت للتبني، وبيجي لهم ناس تتبناهم وبيفضل اوين يسألهم أسئلة كتير عشان يحافظوا على الكلاب. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. سلام.